غابة بوسكور نواحي الحسيمة غطاؤها النباتي السريع الاشتعال كان أمس مسرحا لمحاولة إحراق المكان بعد أن يقظة الحراس المتواجدين هنا والخطة الاستباقية التي تنهجها المديرية الإقليمية للمياه والغابات بشراكة مع السلطات المحلية أفلحت في احتواء الحريق. هاد الحراس تم التوزيع ديالهم على صعيد جميع الغابات ديال الإقليم، وكما تم وضع فرق ديال التدخل السريع في جل هذه الغابات. الشيء اللي عطى الاكل ديالو خلال الحريق ديال المساء البارحه، واللي تم الانذار ديالو في الوقت المبكر والتدخل في الوقت المبكر. تحرص على البلاد ديالك، نتوما العساسه واحد كيبقى طالع وواحد تيبقى يستراح. ثلث هكتار المساحة المتضررة جراء الحريق الذي تم إيقاف المتسبب فيه. اليقظة عنوان بارز للمكان. عملية توزيع المهام مسألة روتينية أتت أكلها في إيقاف انتشار النيران. خبروا كذلك الفريق ديال التدخل السريع ودخلوا بسرعة، وكانت النجاعة في التدخل وذلك بفضل هذه الخطة هذه اللي كيصار عليها الإدارة بالتنسيق مع جميع السلطات المحلية. حنايا بغينا نحافظوا على هذه الغابة، وكنتمناو كنتفاداو هذه الحرائق اللي كيوقعوا هنايا، وما كيعجبناش الحال يجي شي واحد يشعل العافية. هي إذن مجموعة من الإجراءات الاستباقية بالاعتماد عليها تم إيقاف انتشار هذا الحريق، خاصة وأن غابة بوسكور بمنطقة إسمان التابعة للجماعة القروية إمزورن بإقليم الحسيمة معروفة بانتشار وسهولة الحرائق بها.